بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تحياتي لكم جميعا أصدقاء الأعزاء. عزيزي المربي الفاضل. زي ما انتم عارفين طبعا أنا بحب أشجع أي حد عايز يبدأ مشروع. ما توقفش وما تخليش حاجة توقفك. الحاجة أحسن من تمنها 100 مرة. أنا أقول لكم إن الحاجة أحسن من تمنها. أديكم شايفين يعني الوضع اللي احنا فيه، لكن إن شاء الله الخير كتير وبإذن الله الأمور تتظبط. فأنا عايزك تبدأ مشروعك الذهبي. إيه هو المشروع الذهبي من وجهة نظري أنا؟ إن المشروع الذهبي هو تربية العجول الهولشتاين الرضيعة. ده مشروع ذهبي فعلا، بس المشروع ده عايز خبرة وعايز دراية وعايز حد يكون عنده هواية. طبعا المشروع ده من أنجح المشاريع في الوقت ده، لأنه طبعا ممكن يتعمل بكذا طريقة، وأنا يمكن شرحت كذا فيديو على القناة موجود عندي. كذا فيديو على موضوع رضاعة العجول الرضيعة، وما زلت ان انا بحب تربية العجول الرضيعة بالذات الهولشتاين عشان خامة كويسة وبتيجي معايا بسرعة، وكمان تربية البقار. خلينا في تربية العجول الرضيعة او تربية العجول الهولشتاين الرضيعة. وقلنا قبل كده ان هي بتشتغل بكذا طريقة. الطريقة الاولى للمشروع، لو عندك بقرة هولشتاين بيور حاجة عالية بقى، مش الخليط ولا بيضحكوا بيه على الناس ويقول لك دي البيور وما تطلعش بيور، ولا يقول لك دي بتجيب 30 كيلو تطلع في الاخر تجيب 6 كيلو زي ما بيحصل. لا، تكون بقرة هولشتاين بيور. دي ممكن تترضع عليها او تحمل عليها 6 عجول هولشتاين رضيعة. ممكن تحمل عليها 6 عجول هولشتاين، وبدل ما تبيع اللبن ونستنى بتاع اللبن ما جاش، لا ريح نفسك وهات 6 عجول. ده وجهة نظر انا، ده وجهة نظري ان انا ارضع العجول احسن من ان انا ابيع اللبن حاليا. تمام، يبقى البقرة الواحدة بترضع 6 عجول هولشتاين رضيع. دي طريقة ودي اللي انا بحبها قوي قوي، لان بتريحك من حاجات كتير قوي. تريحك من البزازات وغسيل البزازات والمرض اللي بتنقل من البزازات، ولو ما عندكش بزازة لكل عجل او جردة اللي يرضع منه كل عجل، ده طبعا ايه بتعمل لك مشاكل هضمية ونزلات معوية وكل الضرر اللي بيحصل في مشروع تحميل الرضيع، ان هو مشكلة الاسهالات دي. الطريقة التانية، وهنبقى نرجع للأولى في نقطة معينة كده، بس لما نقول الطريقة التانية اللي هي بديل اللبن. طبعا اللبن البديل اللي هو اللبن الصناعي البودرة المستورد المخصص لرضاعة العجول الهولشتاين والجاموس والأغنام والماعز. زي ما انتم عارفين ان السوق مليان ألبان بودرة. وزي ما قلت لكم انا ما اشتغلتش بلبن البودرة غير مرة واحدة بس، وكان الفرنساوي. ولما سألت عليه ناس كتير شكرت فيه، لكن الامريكي انا بصراحة ما اشتغلتش بيه رغم انه اغلى من الفرنساوي. المهم احنا عندنا الشكارة ال 25 كيلو ممكن تكفي العجل البجري لمدة 75 يوم. انتوا فاهمين يعني الشكارة ال 25 كيلو تكفي العجل 75 يوم. كل كيلو لبن جاف، كل كيلو لبن جاف بنحله طبعا احنا على، في ناس بتحله على 8 كيلو ميه مغليه، تكون درجه حراره اللبن 38، او في ناس بتحله على 10 كيلو ميه بعد ما تغليها وتنضفها طبعا. ف يعني ممكن يرضع 10 عجول كيلو لبن في الميه في المره الواحده. فطبعا احنا لازم ايه، فعندك طبعا عايز تشتغل انك انت تجيب بقرة هولشتاين بيور وتحمل عليه 6 عجول. عندك عايز تجيب لبن بودرة وتشتري الشكارة 25 كيلو تشتغل بيها. قلنا ان هي بتكفي عجل بقري لمدة 75 يوم. وقلنا بنحل الكيلو اللبن البودرة على 8 لتر او 10 لتر مية مغلية معقمة نظيفة، ونرضع منها العجول. طبعا العجل انت زي ما قلنا بالايام دي تقريبا ب17,000. لما بيقعد عندك شهرين ونص مثلا بيتكلف ممكن يتباع ب30. هتلاقي مكسب حوالي 6 جنيه 6000 جنيه في الشهرين دول. مش وحشة طبعا، مش وحشة. انا متأكد ان الربح بتاعها بيبقى كويس لو انت خليت بالك بس. واهم حاجة انك انت ركزت في موضوع التدفئة كويسة بالذات الجو الشتاء، عشان موضوع الاسهالات اللي بيحصل هو اللي بيضر المشروع ده. يعني الحاجة الخطر اللي هي بتضر المشروع ده موضوع الاسهالات. فاحنا لازم ان احنا نخلي بالنا موضوع الاسهال ده كويس، وابدأ مشروعك ما تتبعش حد. المشروع ده مربح جدا، مشروع كويس جدا. ما عندكش
امكانيه انك انت تشتري عجول اشتغل فيه. في موضوع العجلات البقاره. طبعا في ناس بتقول لي الافضل الجاموس ولا الابقار. يا عم اشتغل اي حاجه ما يهمكش، اشتغل ابقار اشتغل جاموس، المهم انك انت تبدا تشتغل عشان تبدا بدل احسن من الفلوس اللي مركونه معاك. يعني الجنيه لما تستثمره ان شاء الله يجيب لك جنيه ونص، يجيب لك 2 جنيه، انت ورزقك بقى. المهم انك انت متوقفش. فيا ريت اي حد عايز يدخل في المجال ما يتستناش، يعني ما يقفش بمعنى صح. يعني توكل على الله وابدأ، وإن شاء الله ربنا هيبارك لك. وموضوع العجول الرضيعة زي ما قلت لها تحصيناتها ولها اللقاحات الخاصة بيها. في حد من القناة كان اتصل بيقول لي أنا عندي عجول أقل من شهر أحصنها. طبعا التحصين ما بيشتغلش غير بعد شهرين، لأن الجهاز المناعي بتاع العجل الرضيع بيبقى لسه ما اكتملش. هو بياخد حاجة اسمها المناعة الأمية من الأم. يعني انت لو محصن الام هو بيشرب في اللبن، بياخد التطعيم ده من اللبن، ما تقلقش. لكن انت تبدا تحصن امتى؟ التحصينات الوبائيه، الحمى القلعيه، الجدري، مش عارف ايه، كله ده كله بعد شهرين. لكن الحاجات اللي هي بتتاخد اللي بترفع مناعه الحيوان، السرسوب طبعا اهم حاجه. قبل ما يشرب سرسوب في حاجه اسمها الكاف جارد. في ناس كتيره مش متحصله عليها، خلاص ما تقلقش. حتى لو ما خدهاش، في عجول كتيره اخدتها وسهلت برضه، عشان بس ما حدش يقعد يعذب في نفسه ويقول يا ريتني اديت ويا ريتني ما اديتش. في عجول خدتها وبرضه اتصابت بلسان. فما تقلقش، يعني انت حاول تدفي حيوانك كويس، حاول تديله كميه اللبن اللي هو عايزها. قلنا 10% من وزنه. العجل بينزل 30 كيلو، يبقى بياخد 3 كيلو في اليوم. قلنا السرسوب بياخد 4 كيلو اول يوم، 3 كيلو اول يوم مش مشكله، تاني يوم 3 كيلو، تالت يوم 3 كيلو. بعد كده خلاص السرسوب هو ايه، يشرب اللبن عادي خالص 3 وحسب الوزن بتاعه. زي ما قلنا كيلو ونص الصبح وكيلو ونص النهار، او كيلو تدريجي لحد ما يبدا يتعود. لو انت هترضعه بالبزازه او رضاعه صناعي من لبن امه. يعني في ناس بتاخد اللبن بتاع الام وتدي العجل حقه، والباقي اللبن تستغله او تبيعه او تستفيد بيه في اي حاجه تاني. تمام. يبقى احنا ممكن نخزن السرسوب برضو. في ناس بتجمده، بس طبعا الطريقه بتبقى غلط، لانه بيبقى محتاج حاجات معينه واضافات معينه. فهو مش هيضره طبعا، هو بروتين لو شربته لو شربوه العجول بعد ما يفك تاني، بس بيفقد القيمه الغذائيه بتاعته. فاي حد محتاج اي حاجه بالنسبه للعجول الرضيعه، ان شاء الله من هنا ورايح ان شاء الله هنعمل فيديوهات مميزه، ونحاول نعرض لكم جزء من الحاجات اللي بترضع دي. ان شاء الله لما اروح مزرعه قريب هوريكم ازاي الحيوانات دي بترضع اللبن، وازاي انك انت تنظف البزازه كويس وتغسلها وتهتم بالنظافه، عشان ما تحصلش نقل الميكروب بين العجول اللي عندك وتعمل لك مشكله معويه ما تعرفش ان ده هيوصل ليه. و100 مره انا بقول لك ان العجل ده بيموت من الجفاف، ما بيموتش من الميكروب ولا الاسهال. طبعا ده عرض وليس مرض. يبقى انت لازم تعالج، وفي نفس الوقت تعوض جسم العجل ده عن الجفاف، عن الميه اللي فقدها من جسمه. بيفقد كميه كبيره من جسمه، يبقى انا لازم اعوضه عن الميه اللي فقدها دي. يا رب المعلومه تكون وصلت، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وتطور جديد للقناه ان شاء الله في الفتره الجايه ان شاء الله. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.